مساء الخير. أحب أقول ألف سلامة لمحمد حسن لاعب الإسماعيلي، إن شاء الله يقوم بخير. جات له إصابة في وتر أكيلس بسبب العنف اللي كان في ماتش الزمالك. إن شاء الله تقوم بخير يا محمد. ثانيا هنتكلم النهاردة عن صفقات الزمالك الشتوية، آخر صفقتين جابهم الزمالك. وهنتكلم عن أوضة اللبس في الأهلي والزمالك، والإعلام بيتناول أنهي أوضة لبس بالظبط، ولا هي تقريبا أوضة لبس الزمالك بس. ثالثا هنتكلم في آخر الحلقة إن إحنا إن شاء الله هنحلل ماتشات في الدوري السعودي، دوري الروشن. هنحلل أهم الماتشات فقط. يلا بينا. أهلا بيكم. كنا اتكلمنا على صفقات الزمالك الشتوية. بالمناسبة الزمالك سجل اللاعب صلاح الدين مصدق المدافع. لاعب بيتميز بطول القامة والسرعة، وإن شاء الله يكون خامة جيدة للزمالك. تاني لاعب هو الجناح أحمد الجفالي، ده إن شاء الله بيلعب جناح يمين وجناح شمال، يعني زي ما بيقولوا حطه في أي جناح هيشتغل، مش هيقول لك لأ. تاني حاجة أوضة اللبس. كان قال لي واحد من أصدقائي إن الإعلام بيتناول أوضة لبس الزمالك بس، ومشاكل مع زيزو، ويطلع إبراهيم سعيد يتكلم على زيزو فقط، كأن مفيش في العالم كله إلا أوضة لبس الزمالك وأحمد السيد زيزو، مع إن يعني في مشاكل في أوضة لبس الأهلي عادي. يعني المفروض من الحيادية إنك تطلع تتكلم عن المشاكل دي والمشاكل دي، مش اتجاه واحد. يعني من المصداقية إنك تتكلم على أي مشكلة بتشوفها، مش بتحدد نادي بعينه تتكلم على مشاكله. إحنا عارفين كده. لا إما حضرتك ممكن تروح تشتغل في قناة الأهلي، ساعتها أنا واحد ما أقدرش ألومك، ده راجل اهلاوي بيتكلم على مشاكل. وبرضه المفروض في قناه الاهلي تتكلم على مشاكل فريقك، ما تجيش تتكلم على مشاكل فرقه تانية. وبرضه المفروض الاعلام الزملكاوي خليك في فرقتك، ما تتكلمش على لعيب مش عندك او على مشكله مش عندك. خليك في المشاكل اللي تخصك بس، صدقني الدنيا هتبقى احلى. احنا الناس معقده الدنيا ليه يعني؟ وبعدين ما قصه زيزو دي طولت قوي يعني بصراحه. ده غير قصه الاخ مش لاك اللي انا ما شفتش لعيب بالخبث ده. اي نعم المشكله من عندنا احنا، بس يعني ايه اللي خلى اللاعب يفكر ان هو ما يرضاش يفسخ عقده بالتراضي ويمشي عشان يقدر الزمالك يستفيد بضم لاعب اخر، وبعد القدمه بيقفل اللاعب بيفسخ العقد وبيرفع عليك شكوى في الفيفا. انا ما شفتش لعيب بالنوعيه دي قبل كده بصراحه. انا هلوم عليك وهلوم على الاداره اللي اتعاقدت معاك. ده لعيب لا شبه الزمالك ولا في ريحه من ريحه الزمالك اصلا. يعني هو لعيب عينه خضرة بس وشعره ناعم. لو انت الاجنبي بالنسبه لك، لا يا عم احنا عايزين من النوع التاني، النوع الاسمر ده الخشن. جايب لي عيل طري يلعب عندنا في الزمالك؟ في ايه يا عم؟ عايزين لعيب قويه. اهو لعيب سابك في نص الموسم، قصدي في النص التاني من الموسم وخلاص، ورفع عليك قضية ومشي. احنا كنا ماشيين من بدري واستفدنا بمكان غيره. مش معقول يعني. يلا سلام.